اللهم اجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد، وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة، وتولني بحسن تدبيرك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد، وشر عين البشر وما لا طاقة لي به. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي الأمارات، وحشني قد الدنيا دي كلها. النهاردة يوم جديد وروتين جديد، هنعرف ازاي بستعد للمصيف وايه التجهيزات اللي انا بجهزها معايا عشان خاطر استمتع بوقتي كله هناك في الخروجة، وما احسش ان الخروجة مملة ودمها تقيل على قلبي. في حاجات كده بجهزها معايا قبل ما بروح، واولهم بقى معايا صلصة الطماطم. بس عايزين قبل ما نخش في الروتين ما تنسينيش باللايك الجميل بتاعي، وطبعا بشكركم على لايكاتكم الجميلة اللي انتوا بتحطوها معايا على الفيديوهات، ترفعوا لي بها الفيديو. جزاكم الله خير الجزاء، وربنا يجبر بخواطركم يا رب العالمين. ولو انت اول مره تشوفي قناتي، انا اختك شيماء، يا ريت تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. حطيت اللايك الجميل بتاعك، تعالي بقى نعرف مع بعض ايه الاستعدادات اللي انا بستعدها او التجهيزات اللي انا بجهزها قبل ما بطلع المصيف. وده بيبقى على حسب الخطه اللي انت حطاها لنفسك. طبعا بتشوفي الاول انت هتقعدي يومين او 3، اليوم الفلاني او اليوم الاولاني هطبخ فيه الطبخه الفلانيه فبتجهزيها، اليوم التاني هعمل فيه الطبخه التانيه، بتجهزي اكلاتك، لان دي اكتر حاجه بتخليكي تملي ان انت تروحي كمان هناك تقفي في المطبخ. فحاولي بقى جهزي حاجتك قبل ما تروحي، بحيث ان انت تستمتعي بكل وقتك هناك، وتيجي من الخروجه فعلا فكيتي عن نفسك ورجعتي منها مبسوطه. ما يبقاش اللي بتعمليه هنا هو اللي بتعملي هناك وتروحي تضيعي يومك في المطبخ هناك. اولا كده تعالوا نكون متفقين ان الشقق او الشاليهات اللي بتبقى موجودة هناك في المصايف بيبقى متوفر فيها مثلا 95% كل حاجة انت عايزاها. يعني زي ايه؟ ممكن يكون متوفر هناك الخلاط اللي انا هعمل بيه حاجتي هنا، متوفر فيه المواعين والاطباق والكلام اللي انت هتستعمليها، طبعا غير التلاجة الغسالة البوتاجاز، الحاجات اللي متوفرة هناك. بس طبعا اكيد كلنا متفقين ان الحاجات اللي هناك مش بنفس نظافة الحاجة اللي في بيتك. عشان كده انا بحب اجهز الحاجة معايا في البيت عشان ابقى باكل وانا نفسي راضية عن الاكل، ما بقاش بستعمل الحاجات هناك وانا قرفانة وانا بستعملها، او اضيع وقتي في تنظيف الحاجة بتاعت الشقة المفروشة. فعشان كده بحب اجهز حاجتي في شقتي قبل ما بمشي، عشان زي ما بقول لكم ما ضيعش وقتي هناك في التنظيفات وفي التجهيزات، والاقي نفسي الخروجة بتاعتي راحت برضو في المطبخ وما عملتش وما استمتعتش وما فرحتش بالخروجة، وما فيش اي احساس ان انا خرجت. فعشان كده احنا خارجين نبسط عن نفسنا شوية ونرجع مبسوطين. بجهز حاجتي ده. انا هناك في خلاط زي ما قلت لكم، بس انا مش هضرب فيه الطماطم وهاكلها فيه. فعشان كده مثلا انا محتاجه في اليوم الفلاني هنعمل مثلا مكرونه بطماطم، بحيث برضو ان انا اعمل اكلات سهله وسريعه، ما اعملش اكلات تاخد وقت طويل هناك. فمحتاجه صلصه عشان هعمل في يوم مثلا مكرونه بطماطم. زي ما انتوا شفتوا كده بضرب الصلصه بتاعتي في البيت وبصفيها في البيت بحاجتي اللي انا برتاح فيها، ونظافه حاجتي اللي انا مبسوطه منها واللي انا متعوده على نظافه حاجتي، وبجهزها معايا على البوتاجاز، بحيث ان انا اروح هناك تبقى على التسخين فقط لا غير. هسلق شويه المكرونه وهنعمل صلصه المكرونه، او هنعمل مكرونه بالصلصه معانا تكون سهله، واكله ما خدتش معانا يعني ايه ربع ساعه على النار. سلق المكرونه ما بياخدش 10 دقايق، فهتبقى الاكله ما خدتش معانا ربع ساعه على النار. هتحمري جنبها بانيه تكوني مجهزاه، هتعملي جنبها مثلا فراخ وتحمريها تكوني مجهزاها. اي اكله هتعمليها هناك تكوني مجهزاها.
انا رحت هناك بيت يومين، اليومين اللي بتهم بصراحه انا عايزه اقول لكم ان انا في الاخر رجعت بصلصه المكرونه دي تاني كلتها في البيت عندي هنا. فالمهم اليومين اللي انا قعدتهم هناك كلت فيهم بصراحه سمك وجمبري وصبيط، وكلت فيهم الاكلات اللي هي البحريه دي، برغم ان انا كنت واخده من هنا سمك متنضف من الفريزر من عندي وانا رايحه هناك. معقوله يا شيماء واخده سمك من هنا، شايله سمك على قلبك من هنا وانت رايحه هناك مناطق ساحليه يعني الاسماك كلها بانواعها؟ بصراحه السمك اللي هناك بيبقى مش متنضف، وما بحبش اكل سمك مش متنضف. انما اللي انا خدته من هنا برضو سمك بحري مصطادينه من هنا من على ترعه اسماعيليه جنبنا، الناس اللي هي بتصطاد بالمراكب بتاعه الصيد، انا شاريه منهم السمك ده بصراحه، وكان طعمه احلى بكتير من اللي احنا شويناه هناك. بس اللي انا خدته احنا قليناه هناك، وكنت عامله رز صياديه، كنت واخده معايا برضو رز هناك وبصل، وعملنا رز صياديه. عايزه اقول لكم ان السمك اللي انا كنت عاملاه والله ما شكرانين كان احلى بكتير من المشوي اللي هناك. الناس بتاعه المناطق الساحليه هناك بالاخص في بور فؤاد او في بورسعيد بيشوي السمكه بحالها بكل حاجه فيها، فانا مش بحب كده. انا حتى السمكه لو هتتشوي بحب انضفها وافتح قلبها من جوه. فكنت واخده سمك معايا متنضف من هنا، بس طبعا ما كفيناش فاشترينا سمك عليه هناك، بس انا ما اكلتش منه، سبت جوزي والولاد هم اللي ياكلوا منه. انا اهم حاجه عندي السبيط والجمبري وبصراحه الفليه اكلهم من هناك لان دول مقليين وبيبقوا نضاف وبيبقى طعمهم جميل قوي، بتبقى الخلطه بتاعتهم حلوه. بس السمك المشوي ما حبيتوش من هناك خالص، فعشان كده كنت واخده معايا سمك من هنا. طبعا برضو كمان المشروبات اللي احنا هنشربها من هناك زي المانجا اللي انتوا شايفينها دي، انا اي نعم جوزي جايبها مش قد كده، هو جايب الكيلو ب50 جنيه، دول 3 كيلو ب150 جنيه. تخيلوا بقى لو انا هشرب من هناك كل واحد فينا شوب مانجا، يعني اقل حاجة 100 جنيه الشوب، يعني احنا الخمسة، غير كان معايا اخت جوزي بعيالها الاتنين، يعني احنا كنا 8 افراد، يعني 800 جنيه في مرة كده عشان اشرب شوب مانجا من على اي كافيتيريا او اي كافيه موجود هناك. فطبعا جهزت معايا بصراحة هنا 3 كيلو مانجا دول، شربنا منهم مرة واحنا واقفين، والباقي خدتهم معايا في قلب كيس حطيناهم برضو هناك في التلاجة، وبقينا نشرب منهم هناك. وفرت معانا، انا عايزه اقول لكم كل واحد شرب له مرتين ولا 3، فلا وفرت معايا برضو هناك. فعايزاكم بقى تتخيلوا لو احنا ما كناش عملنا عصير المانجا ده كان كلفنا قد ايه، وطبعا هو وفر معانا قد ايه، واحنا معانا اطفال برضو فغصب عننا هيطلبوا الحاجات دي هناك، فما كنا انا واخداها معايا احسن بكتير. هتعب شويه في الشيل بس يعني هتفرق معايا. احنا هدفنا من التجهيزات دي مش توفير للوقت وبس، لا توفير برضو معانا للفلوس، بحيث ان الحاجة اللي اكلفها في مشروبات وحاجات بسيطة انا اقدر اوفرها من بيتي، يعني اخرج بيها احسن واتفسح بيها في اماكن انا ما خرجتش فيها وما شفتهاش قبل كده. فطبعا عايزاكي كده تكوني حاطة خطة كده للتجهيزات بتاعتك والحاجات اللي انت بتحبيها وبتحبي تستعمليها تعمليها في بيتك قبل ما تمشي، وهتتعبي سنة بسيطة في الشيل. انت كده كده اصلا السفر اغلبيته بتبقى العربيات كلها، يعني الوقت ده كله بيبقى في عربيات، فالشنطه هتبقى معاكي في شنطه العربيه او على ظهر العربيه من فوق على حسب المواصله اللي انت رايحاها. بس بجد لما تجهزي وتحطي خطه لنفسك في الحاجه اللي انت هتمشي فيها بتوفري في وقت وفي فلوس وفي مجهود، وتتمتعي كده بوقتك وتبقي مبسوطه وتحسي في اخر الرحله بتاعتك ان انا لا بجد اتبسطت والخروجه فرقت معايا. فعايزاكي كده تكوني مظبطه امور، مظبطه تجهيزاتك كده وحاجتك اللي انت هتاخديها معاكي، وتكوني حاطه خطه لنفسك بحيث ان انت تستمتعي بوقتك اللي انت هتقضيه هناك. ايه تاني باخده معايا هناك غير بقى الغدا اللي احنا بنكون مظبطين وقتنا فيه او مظبطين دنيتنا فيه؟ طبعا ما تنسيش بقى تاخدي معاكي فوط في الشنطه، ما تنسيش تاخدي الليفه بتاعتك اللي هي الشخصيه اللي انت بتستعمليها، لان طبعا الميه المالحه هناك بتوجع جسمك، بترجعي برضو تعوزي وانت في الشقه او في الشاليه تاخدي شاور كده. طبعا باخد معايا حاجتي الشخصيه كلها بقى اللي بستعملها، هدومي كلها، وباخد بقى معايا اوكسي للغسيل بصراحه، لان احنا طبعا بنرجع من ميه البحر هناك بتكون الهدوم محتاجه تتغسل معاكي، وطبعا معاكي اطفال يعني لازم تغسلي، ودي الحاجه الوحيده اللي مش هتقدري تظبطيها لازم تغسليها هناك. بكون واخده معايا من هنا اوكسي، لان الاسعار اللي هناك يا بنات زي ما بقول لكم اسعار سياحيه، الناس بتستغل ان انت غريبه مش من منطقه فبيدوكي باسعار سياحيه. يعني الحاجه اللي هجيبها من هنا ب20 جنيه ممكن اجيبه من هناك ب30 جنيه، طب ما هو 10 في 10 في 5 هيفرقوا معايا مبلغ. فانا بصراحه باخد معايا من هنا كيس الاوكسي، وهو مش
مش هيبقى شيله معايا. ده طبعا بصوا دي كميه المانجا اللي انا خدتها معانا هناك، والحمد لله نفعتنا ووفرت معانا وما كانتش متعبه معايا في الشيل. طبعا ايه تاني باخده معايا غير الصابونه او الشاور اللي انت بتستعمليه مع الشامبو، غير ان انا باخد الليفه، غير ان انا باخد الفوط، وباخد هدوم الشخصيه، باخد معايا اوكسي، باخد معايا سبونشه للمواعين، وباخد كمان معايا المواعين اللي انا هستعملها. انا عن نفسي خدت 10 اطباق و8 معالق، وخدت صينيه، وخدت حله. انا عارفه هم دول يا دوبك اللي هيكفيني على قد هناك. انا رحت هناك لقيت حلل، بس اقسم بالله يا بنات يعني مش هقولك ما تاكليش فيها، ما تبصيش فيها اصلا يعني شكلها بشع. فالمهم انا باخد حاجتي اللي برتاح فيها. خلصنا كده وخدنا حاجتنا، جهزنا حاجتنا اللي احنا هناخدها معانا في شنطتنا واستعمالاتنا اللي احنا بنستعملها، وظبطنا لقمة الغدا اللي هي اهم حاجة معانا. اهمهم بقى الفطار بتاع اول يوم، والاكل اللي هتاخديه معاكي طول مدة السفر اللي انت مسافرة. انا بسافر 3 ساعات، وكان معانا 5 اطفال، ف5 اطفال في ال3 ساعات هيجوعوا طبعا، لان احنا بنسافر وش الفجر. مجرد ما احنا قمنا صلينا الفجر بتاع يوم الخميس ومشينا، فطبعا في 3 ساعات الولاد بيكونوا متروهين بقى فيهم، فبيصحوا جعانين. وطبعا اول ما بتروحي الشاليه اللي انت هتروحيه بتخشي جعانه، فطبعا لقمه الفطار اللي هتروحيها اول يوم دي بتبقى مهمه معاكي قوي مع السندوتش اللي انتوا هتاكلوه في العربيه او في المواصلات وانتوا رايحين. فجبت معايا لانشون، عملت بيه سندوتشات، جبت فينو وعملت سندوتشات لانشون، وجبت معايا علبه جبنه وعملت سندوتشات مربى. اللي عايز لانشون ياخد، اللي عايز جبنه ياخد، اللي عايز مربى ياخد. وبرده حمرت معايا شويه بطاطس صغيرين، وده كل اللي جهزته معايا وانا رايحه. لانشون وجبنه ومربى وبطاطس صوابع محمره طبعا مع الفينو والعيش، ومعايا ازازتين ميه طبعا متلجين عشان خاطر هيفكوا معانا في الطريق واحنا ماشيين، او مشبرين قوي كده يفكوا معانا في الطريق واحنا ماشيين، بحيث ان انا لو ولد جاع او حاجه او حد مننا حب ياكل سندوتش او حاجه تبقى تسلي وقتك وانت رايحه كده، ويبقى حاجتك كلها جاهزه معاكي. طبعا علبه الجبنه معايا، طبعا احنا كلنا قعدنا في كراسي قريبه من بعضنا، خدنا هي عربيه مخصوص بيجو رحنا بيها. فطبعا علبه الجبنه معايا والاكل معايا، وشنطه الاكل دي اللي هو بتاع الفطار انا اللي شلتها لان الولاد مش هيعرفوا يحافظوا عليها. زي ما بوريكم كده خدت معايا الحله وال10 اطباق، وخدت معايا السكينه، وخدت معايا 5 كوبايات ومعلقه كبيره اللي هقلب بها الرز. وبصوا المكرونه والصلصه اللي رجعت بيهم، وكنت واخده معايا ملح، واخده معايا دقيق، واخده معايا العيش، وشنط طبعا فاضيه عشان اعزكم الله الكمامه اللي احنا هنرميها من هناك كنت واخده شنط برضو فاضيه معايا. انا هنا كنت مشوه كل الزيت ده على فكره. انا هنا الازازه بتاعت الوطنيه دي انا هرجعها تاني، انا كنت حطاها في الاول بحيث ان انا اخدها، وبعدين فكرت قلت لا انا هاخد زيت التموين اقلي بيه السمك، لان انا واخده الزيت ده هقلي بيه السمك وهيترمي هناك. فقلت اخلي ازازه الوطنيه دي موجوده عندي هنا لو هعمل بطاطس او حاجه تانية، انما السمك مش مشكله لو خدت ازازه زيت تموين وقليته. انا هنا كنت بخير الولاد اخد مكرونه اقلام ولا اخد سباكيتي، وهم قالوا لي ناخد اقلام. وعايزه اقول لكم والله فعلا رجعنا بيها تاني. وهنا هشيل ازازه الزيت. البطاطس اللي كنت واخداها دي عشان اجهزها في يوم تاني للفطار رجعتها، وقلت لا احنا هنجيب سندوتشات من هناك من اي مطعم نفطر بيه. وكنت واخده معايا 2 كيلو رز برضو يبقوا هناك اللي احنا عملنا بيه رز الصياديه معانا. وبدات اعبي الحاجه كده في الشنط، وبدات استف حاجتي بحيث ان انا اكون مجهزه كل حاجه موجوده معايا. طبعا الحاجات اللي هي بتاعت الاكل هبعدها عن حاجات اللي هي النظافه زي الاوكسي. بصي هتلاقيني هاخده دلوقتي، هاخد الاوكسي معايا في شنطه، هو والصابونه بريحه والشامبو والليفه هبدا ان انا اخدهم معايا في شنطه تانية مع المشاط والكلام من ده. وظبطت حاجتي وجهزت حالي، وكانوا يومين اللهم بارك حلوين جدا، اتفسحنا واتمتعنا بيهم، والحمد لله الواحد نفسيته هدت شويه من الضغط اللي احنا كنا عايشين فيه. انا عايزاكم تسامحوني على صوت المدرس اللي موجود تحت، انا عارفه ان هو اكيد عامل دوشه في الفيديو، بس انا عايزه الحق اسجل لكم الفيديو وانزله لكم، فسامحوني بقى لو صوته منغبش لان انا قاعده سامعاه صوته عالي جدا. طبعا هنا وصلنا الحمد لله بالسلامه. وهنا دي كده احنا بنعدي معديه بور فؤاد من بورسعيد لبور فؤاد، وعايزه اقول لكم المنظر هناك جميل وحكايه، واللهم بارك شكل المعديات حلو قوي قوي قوي.
وهو بيبقى واخد الناس كده وواخد العربيات وماشي كده في قلب البحر. حكاية بصراحة كده، عايزة تروحي تنسي الدنيا كلها ومش عايزة تفكري في اي حاجة تاني، انت عايزة راحة تتمتعي بوقتك وتريحي اعصابك. وبصراحة المناظر الطبيعية دي كلها مريحة للاعصاب، سبحان الخلاق سبحان الله. فالمهم يا بنات، احنا كده بنعدي من بورسعيد لبور فؤاد، هو البحر ده اللي فاصل ما بين المدينتين او ما بين بور فؤاد وبورسعيد، وما شاء الله حاجة كده تشرح القلب. طبعا هنا المعديات عمالة تعدي معانا، كل ما معدية تعدي كده اصورها لكم كده لان شكلها بيبقى حلو قوي في المية. سبحان الله، اللي حجمها صغير في التصوير ده بتبقى كبيرة جدا في الحقيقة، وتبقى شايلة كمية عربيات وكمية ناس اللهم بارك. طبعا رحنا ظبطنا نفسنا يومين واتمتعنا الحمد لله، وكانوا يومين زي الفل. وتعالوا بقى معانا كده على الشاطئ شوية، استمتعوا بالجو الجميل ده. هو بس محتاج بصراحة ان الشاطئ ينضف من الصدف اللي عليه. وسبحان الخلاق يا بنات، مناظر طبيعية مريحة للأعصاب، والحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة. وبكده أكون خلصت يومي وخلصت روتيني. اوعوا تكوني نسيتيني باللايك، وإن شاء الله أشوفك في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة يا أحلى قمر انتوي.